سيبك من اللي تعرفه وتعالى اقول لك ايه اللي كسر مناخير ابو الهول. ده كان شكل ابو الهول القديم، عجب ملوك مصريين كتير، كلهم عملوا شكلهم ابو الهول. اللي في الجيزه بيعتقد انه للملك خفرع من الاسره الرابعه او لابوه الملك خوفو، وهقول لك ليه مش عارفين. الاسطوره بتقول ان جيش نابليون كان بينشن على مناخيره فانكسر، لكن الوثائق بتقول غير كده. رسومات الرحاله قبل الحمله الفرنسيه ظهر فيها ابو الهول من غير مناخير برضه، بل ان المقريزي قال في القرن ال15 ان ابو الهول من غير مناخير. احد التفسيرات ان شيخ صوفي مسك الفاس وشوه التمثال عشان اصنامه والكلام ده، والتفسير الثاني انها اتاكلت بشكل طبيعي من العوامل البيئيه. الراجل قاعد بقاله كام الف سنه يا جماعه، رياح وزلازل وامطار، وهو اصلا مبني من الحجر الجيري بتاع الجيزه. فالجزء اللي كان مردوم اتحمى ومناخيره كانت في الطل. ولحد دلوقتي على فكره بيحصل تاكلات بسيطه في احجاره من الرطوبه، لولا بس بيحصل له ترميم. عشان كده مفيش كتابه واضحه او نقش بيقول صاحبه. غالبا كان فيه لكن اتزالت مع الوقت. بس لو خدت بالك اصلا المناخير مقشوطه في تماثيل كتير، يا اما كان تخريب متعمد من زمان عشان ينزعوا القوه الروحيه والرمزيه للشخص، فلو جه ملك عايز يمحي ذكر الملك او المعبود اللي فات بيكسر مناخيره او ودانه زي اللي حصل في تماثيل حتشبسوت. كمان التمدد والانكماش اللي بيحصل في الاحجار بتسهل كسرها. ما تنساش تتابعني، انا احمد صالح بفكك التاريخ الشعبي وارجع الحكايات لاصلها.